مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من برنامج رحلة مع الفن تحدثنا عن المدرسة الكلاسيكية، وسنتعرف في حلقة اليوم عن المدرسة الرومانسية، وهي أيضا من المدارس الفنية ما قبل الحداثة. فأهلا بالأستاذ أمين مراد. أهلا وسهلا. بداية أستاذ أمين، كيف تعرف لنا المدرسة الرومانسية؟ طبعا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الكلاسيكية ومبادئها. الآن نأتي إلى تعريف المدرسة الرومانسية. حين جاءت الرومانسية إلى أوروبا بعد الكلاسيكية، وبرزت تجارب الفنان دولا كروا الذي ركز على إعطاء الأهمية الأولى للمبالغة والخيال الجامح العاطفي، والاعتماد على وهن الخط بدلا من الدقة، وعلى اللون الذي يعكس العالم الداخلي بدلا من العالم الخارجي، على حساب المدرسة الكلاسيكية. صابها الانحلال وتحولت شيئا فشيئا إلى فن اتباعي ولا إبداعي فيه، وتعرضت الكلاسيكية للهجوم، وأصبحت الكلاسيكية فن الطبقة الارستقراطية والدينية، ولهذا ثاروا عليها وعلى أسسها كلها. ولكن ما الذي يميز هذه المدرسة؟ طبعا مثل ما نحن هلا تفضلنا وحكينا بما فيه الكفاية، نأتي إلى ميزة هذه المدرسة. أولا، دافعت عن التمييز والخصوصية، وعارضت فكرة الشكل الجمالي الخارجي منا بفكرة السمو الموجود فينا، وقدمت نفسها تحت أشكال متنوعة. فلقد اهتمت بادئ ذي بدء على موضوعات جديدة وعالجها بشكل حديث في العمل التصويري والنحتي، وجنحت الرومانسية بالفنان إلى الغرابة وإلى القصص والسحر والتطرف، وأصبح الفنان يبحث عن الوهم كي يجعل منه حقيقة، بعد أن كان يبحث في الواقع كي يجعل منه مثالا. هذا الميزة الفن الرومانسي، يعني بشكل عام الاعتماد على العاطفة والخيال والحركة وهام، يعني بشكل عام. وبرأيك ما هي أهم مرتكزات هذا الفن الرومانسي؟ المرتكزات كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن الكلاسيكية، كما تحدثت أنه لكل مدرسة لها مبادئ وأسس وقواعد، فالرومانسية أيضا لها قواعد وأسس حتى نتعرف عليه. إذن غلبت الخيال عن الواقع، يعني الخيال طاغي عن الواقع، والعاطفة عن المنطق، وأصبح اللون أكثر حيوية وإشراقا، وتراجع الاهتمام بالخط. الخطوة الثانية، أقبلت على الحياة، فلم تعد موضوعاتها محصورة في القديم، بل من الواقع وحتى الخيال ومواضيع أخرى. شيء آخر، أعطيت أهمية للقبح والممسوخ والمشوه، فكان دولا كروا يتساءل لماذا إخضاع الجمال العادي المنظم وتحريم المسخ المشوه عليه، يعني بمعنى بعكس المدرسة الكلاسيكية بشكل كامل. المدرسة الكلاسيكية منطق وعقل وقديم، أما الرومانسية عبارة عن عاطفة وخيال وموضوعات متنوعة. كما قلت، سيطرة الخيال على الواقع. إذن كيف يمكن لهذه المدرسة أن تخدم الناس؟ طبعا كما نحن نشاهد في الأحلام وما هناك ذلك، لأن لابد من الخيال. العقل يعني خيال الإنسان معناته يبحث عن أشياء معينة، أشياء حركية. ومر معي أن هناك قصص وأساطير وسحر وما هنالك، كله عبارة عن خيال الإنسان. فلذلك حتى الفنانين استفادوا من هذه القصص وعملوها كلوحات فنية معتمدا على خيالهم الخصب. يعني إضافة الخيال إلى الواقع. نعم، إضافة الخيال إلى الواقع لحتى يعني تبقى اللوحة فيها حركية أو فيها خيال أوسع أو فيها عمل فني أشمل. وماذا عن أهم فناني هذه المدرسة؟ طبعا هناك فنانين لكل مدرسة، هناك لكل مدرسة اتجاه، وهذا الاتجاه هناك بعض الفنانين انتموا إليها. أولهم أوجين دولا كروا.
علم من أعلام الفن النهضة التصويرية في فرنسا. أحب الشرق، زار مصر سوريا فأخذ فكرة عن الشرق وأجوائه وأزيائه وألوانه. قام بجولة في أنحاء المغرب العربي وعمل هناك بعض الأعمال الفنية، مثال على ذلك نسوة جزائريات. وهناك فنان آخر غريكو من أوائل الفنانين الفرنسيين الذين خرجوا على التقاليد الفنية الكلاسيكية والرومانسية في فن التصوير. من أعماله لوحة غرق الميدوزا، موضوعها مصاب كبير ألم بالفرنسيين من جراء غرق سفينة الميدوزا، حيث هلك معظم من كان على متنها تقريبا، ولم ينجو منهم إلا نجار السفينة الذي صنع طوقا نجاة وعدد ممن تسلقوا معه. فتصوير غريكو الحادثة مستعينا بشهادات الذين بقوا على قيد الحياة بعد تلك الحادثة، وقدم عملا كان مثار حديث الناس وإعجابهم. ومع هذه الصور لغريغو هناك صورة شغلت الناس وأبكتهم في الحقيقة، وهي صورة الطفل الكردي آلان وهو مرمي على شاطئ بحر إيجا. هذه الصورة كيف تصنفها ولأي مدرسة فنية تنتمي؟ بيننا وبين لوحة غريكو تقريبا قرنان من الزمن. لوحة غريكو حدث في القرن 19 ونحن حاليا في القرن 21، فهناك فارق شاسع، وأصبح الإنسان على مرمى يعني الكرة الأرضية عبارة عن حالة اتصال عالمي، يعني أي خبر خلال ثواني ممكن أن الإنسان يسمعها أو يراها من شاشات التلفاز. هذه اللوحة ليست الوحيدة، إنما هناك سفن كبيرة غرقت وفي البحر ومع آلاف الناس، ولكن هذا المشهد، مشهد الطفل الكردي آلان المؤلم المروع والمؤثر، اختطفت أنظار الناس والعالم جميعا حول هجرة الناس من بلدانهم الفقيرة إلى البلدان الغنية نتيجة الحروب والدمار والقتل طلبا للحرية والعيش الكريم. هنا نقف عند اللوحة والمشهد. أنت ترى هذا الطفل المرمي على شاطئ البحر متجها إلى البحر وخده على رمل البحر، فالإنسان عندما ينظر إلى هذه اللوحة لا يمكن أن يعطي لهذا المشهد أو لهذا المشهد عنوانا واحدا. حتى ممكن إذا سألت الفنانين أي عنوان تضعون لهذه اللوحة، أنا باعتقادي سوف يصمتون. الصمت في اللغة يعطينا يعني أجمل تعبير وأشمل تعبير، إنه مهما وصفوا ومهما حطوا عناوين لا يمكن أن نعطي عنوانا مقنعا لهذه اللوحة. أنا كفنان أسأل، إذا سئل الطفل آلان بأي ذنب قتل، أين نجد جوابا لهذا السؤال؟ وخاصة نحن في عالمنا المتحضر الديمقراطي والشامل الباحث عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ما ذنب هذا الطفل؟ وخاصة نحن كشعب الكردي نحن عانينا من هذه الأمور، وطبعا نحن كشعب كردي مغلوب على أمره في الشرق الأوسط وبين الدول. فالطفل آلان فعلا كانت عبرة للعالم بشكل كامل، وأعطى فعلا كمثال، وأصبح اسمه خالدا وسيبقى خالدا ومنارة للعالم بسبب فقدانه الحياة وطلبه اللجوء أو إلى الحرية، ولكن تحطمت أحلامه وآلامه على شاطئ رمال البحر الأبيض المتوسط. وهكذا سوزامين يستطيع الفن أن يعبر عن مأساتنا ويختصر أوجاع عصر كامل ما زال الإنسان الكردي يعانيه. مستمعين الكرام، كنتم في برنامج رحلة مع الفن
فشكرا لضيفنا الفنان التشكيلي أمين مراد، ومع أطيب تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى اللقاء.